مستحيل تهدر على كريستيانو رونالدو بلا ميسي، رافائيل نادال بلا فيدرير، مايكل جوردن بلا ليبرون جيمس. الراب واخا ماشي رياضه، معروف بلا ناتور ديالو اللي كومبيتيتيف، وبين كاع الانواع الموسيقيه الراب هو الموسيقى الوحيده اللي المنافسه فيها شرسه بين لي زارتيست. كل رابور بالنسبه ليه وبين البوبليك ديالو هو نمبر 1. الحلقه ديال اليوم شويه سبيسيال، حيت اليوم غادي نعرفوا شكون هو الجوت ديال الراب في المغرب. كيف ما سمعتي، the greatest, the legendary, number 1. GOAT هو واحد لاكرونيم اللي كيجمع 4 ديال الحروف GOAT اللي كتعني the greatest of all time. ترجمة للعربية كتعني الأعظم في كل الأوقات. هاد لو تيرم غادي يخرج للوجود بسبب واحد الساط كان كيقصر الباسكيت بول في نيويورك اللي كانت سميتو إيرل ماني جوت. هاد الساط بدا الكارير ديالو في الليسي وتما فين حطم كاع الأرقام وكل شيء تنبأ ليه بكارير ناجحة في NBA. من سوء الحظ قبل ما يتخرج غادي يجريو عليه حيت ولا كيكونسومي الماريوانا أكثر من القياس. هنا فين غادي يولي يلعب الباسكيت ما غير في الزنقه، ويوليو يجيو الناس من كاع الاحياء ديال نيويورك لمانهاتن باش يتفرجوا فيه حيت فريمون كان موهوب وكان كيدير دي جيست لاول مره بنادم كيشوفهم في الباسكيت. كيقولوا باللي البروف ديال السبور ديالو شي مره في العوض ما يعيط ليه بسميتو ماني جوت غادي يغلط وغادي يعيط له ماني ذا جوت، ومن تما ولا كلشي كيعيط ليه ذا جوت. لو تيرم ولا اوفيسيالمون كيتستعمل من طرف الكوميونيتي ديال الباسكيت. هادشي كان في الخمسينات ديال القرن اللي فات. مي في التسعينات هاد اللقب غادي يعطيوه لمايكل جوردن وغادي يبقى منحصر غير في العالم ديال الباسكيت. دابا غادي نمشيو لعام 2000. الرابور LL Cool J غادي يخرج واحد الالبوم سميتو ذا جوت اللي غادي يكليمي فيه العرش وغيسمي راسو الكينج ديال الراب. كانت اول مره كنسمعوا هاد لو تيرم في الراب. مورا هاد الالبوم لو تيرم عرف شهره كبيره في عالم الهيب هوب كسوا عند لي رابور او لي فان. هادشي اللي خلاه يولي تستعمل في كاع المجالات الرياضيه وحتى الفنيه، بحال في لو ديبا ديال ميسي فيرسز رونالدو، نادال وفيدرير الى اخره. دابا عرفنا شنو كتعني كلمه كوت، التاريخ ديالها وكيفاش بسبب الهيب هوب ولا كيعرفها العالم كامل. ندوزو دابا للراب المغربي اللي هو موضوع الحلقه باش نعرفوا علاش ديزيدروس كيستاهل نعطيوه اللقب ديال الجوت. حيت هاد لو تيرم بدا كيتستعمل بزاف من طرف لي فان، بدا كيفقد القيمه ديالو. داكشي علاش الكريتيكس والهيب هوب كوميونيتي حطوا واحد لي كريتير اللي خاص تحترمهم قبل ما تسمي الرابور اللي عزيز عليك بالجوت. باش ما نطولوش الهضره، لي كريتير هما كالتالي. أول معيار هو السوكسي كوميرسيال، يعني المبيعات، الجوائز والأرقام. ثاني معيار هو ديابيليتي تو راب، ببساطة واش كتعرف ترابي، الريبوتاسيون ديالك كليريسيست، لي كادونس ديال لي ريم وبطبيعة الحال الفلو. ثالث معيار هو التأثير ديالك على الثقافة أو الجيم، شنو الحاجة اللي جبتي جديدة للجيم وما كانتش قبل. المعيار الرابع واش عندك ان البوم كلاسيك. بون في ميريكان باش تعتبر جوت خاص ضروري يكونوا عندك 2 أو 3 لي زالبوم كلاسيك، مي حنا غير في المغرب غنخليوها غير واحد. المعيار الخامس الكريديبيليتي، يعني واش كتعيش داكشي اللي كترابي، بخلاصه ريل ماشي فيك. سادس معيار هو اللايف بيرفورمانس، يعني الكاليتي ديال لي شو والكاريزم ديالك فوق لاسين. سابع معيار هو الكونسيستنسي، بمعنى واش باقي محافظ على نفس النيفو اللي عرفك بيه البوبليك النهار الاول، والقدره ديالك في لادابتاسيون مع التطور ديال الراب كموسيقى. اخر معيار هو الباتل، هذه باينه، خاص الكارير ديالك تكون نقيه وما خسرتي فيها حتى شي بيف. دابا ما بقى لينا الا نديروا الاسقاط ديال هاد المعايير على الدروس ونتاكدوا. ديزيدروس اول مره يعرفوا البوبليك كانت في 2011 بالتيتر ديال كازافونيا اللي كارطونه ديال بصح ودار واحد البوز خيالي في ديك الوقيته، داز في التلفازه ولي راديو وكان من اول لي تيتر ديال الراب المغربي اللي وصلوا المليون مشاهده في يوتيوب. على ذكر يوتيوب، الدروس عنده اكثر من 2 المليون ابوني وهذا رقم كبير كيف ما كيعرف كل شيء. زياده على هادشي عنده واحد من اكبر لي كاتالوج في الراب المغربي، اكثر من 40 تيتر فيهم البوم واكثر من 10 ديال لي هيت. سو اول معيار اللي هو السوكسي كوميرسيال فاليدي. اكثر حاجه كتميز دروس على باقي روابا هو الفلو ديالو، لدرجه فاش كتسمعوا اول مره كيسحب لك غير شي ميريكاني كيرابي بالدارجه. واش باغي البيف شاك جي انت وشي 20 فاك، حيت غير بعالك اللي معايا ياكلوا 20 بحالك. 20 عام ورا ما تحل عينك من الانعاش، كون غتشوف سير سول فلوجه. سو كيف ما سمعتوا الصاد كيرابي مزيان بغيتي ولا كرهتي. دونك المعيار الثاني فاليدي. دروس كيف ما كيعرف كل شيء جاب واحد لا فايب ويست كوست جديده للراب المغربي اللي ما كانتش قبل.
ديزي دروس بيبي عزي عنده ستيل وعايش بيه كازافوني بيمنا اكثر من ذلك قدر يدخل واحد الكلمه جديده للدارجه المغربيه اللي وليتي كتسمعها في الزنقه المدرسه فين ما مشيتي. عفاط عزي دونك واش دروس جاب شي حاجه جديده للجيم؟ بطبيعه الحال عزي عنده ستيلو. الالبوم الاول ديال دروس خرج في واحد ليبوك اللي كنسميها الجولدن ايج ديال الراب في المغرب. الالبوم 100% هيب هوب من الانترو لي سكيت حتى الاوترو على حقه وطريقه. ميوزيكالمون 10 على 10 دي فيتورينغ في محلهم. انا شخصيا مازال كنسمع لحتى حد ما عارف بحال الا خرج البارح وغير كنشوف لافيش كنرجع اوتوماتيكمون لديك ليبوك. بدون نقاش عزي عنده ستيلو از كلاسيك البوم. دروس اللي عرفوا البوبليك في 2011 باقي هو نفسه ديال دابا بحكم في البدايات ديالو كان ديما كيقول باللي هو ولد حي شعبي مقود عليه وباغي من الراب بالفلوس. لا سي فغي كدير انت تشرق بالموسيقى ما كاينش هادشي كنديرو حيت عزيز علينا. ابري ما غاديش نكذب عليك ما نقولش كيما تيقول بنادم لا حنايا هانيه ما بغيناش نبيعو. بيان سور بغينا نبيعو حيت انا طلقت من كلشي باش ندير موسيقى دونك بغيت نعيش منها. بزاف ديال الروابا في الاول كانوا كيكلاشيو على هاد القضيه على اساس هما ما دايرينش الراب على ود الفلوس. هما نفسهم اللي كنشوفوهم دابا في كليبات مع امينوكس. على الاقل دروس بقى ريل مع راسو ومع البوبليك. واش كريديبل ولا لا؟ بيان سور كو كنا كنعرفوا لي شو ديال دروس كيفاش كيدوزو مهيبين. نفس الصوت اللي كتسمع في لي تيتر كتسمعوه سور سين. هاد الكريتير مهم بزاف باش تسمى كود وكيقصي بزاف ديال لي غابور بحال المورفين وفات ميزو. حيت قبل ما تكون رابور خاص تكون بعدا امسي. دروس معروف كياخذ لو ريسك وما كيليميتيش راسو بحكم سمعناه في بزاف ديال لي ستيل وما كيحشمش من البوم باب. يا سلوك جبدني تحت من الارض سوس عليا التراب مبقيتش غنهضر راه شي وحدين خليتهم مراد. الويست كوست صباح خير كازافونيا صباح خير المغرب الخل طويل الشمس بحر دراري زوينين تراب. I body all you niggas with no me. I've been this before you even know me. Did it for the coach, thought this was over. I'm just reloading, y'all just be nosy. Stop bitch, we know you. Clandestino, you keep fucking with us, I'm an outpatch, you know me. والسول. Just say that you're in love. Just say that you're in love. الصات ما عندوش مشكل اي بيت عطيتيه كيقصيه عكس بزاف تروابا بحال الا بغاو يتادابطاو مع الوقت ولاو كيديروا البوب كمثال دامبيغ حليوه ومسلم. اخيرا وليس اخيرا بيان سور كو باش تسمى جوت خاص تكون عمرك خسرتي شي بيف والبين عندك شارب. اللي خصك تعرف على دروس هو انه من نهار بدا الكارير ديالو وهو كيتاتاك لدرجه ولا بحال شي ترومبلان اللي كيبغي يبان في الشاشه كيكلاشي. انا شخصيا كنت كنعتبره ضعيف ليريكالمون مي هادشي كامل غادي يتبدل مورا المتنبي. الصات ما كلاشاش غير البيك كلاشا ديال المريقيه وجاب العز لجينيراسيون كامله وقدر يمثلها احسن تمثيل. 7 دقائق ديال الفاكتس والبنش لاينز. هادشي اكد لي انه الصات كيعرف يكتب غير كيعطي اولويه للفلو ولا تكنيك كتر. وبهذا سيداتي سادتي نستنتج انه ديزي دروس هو الفاكين جوت. هذا ماشي الراي ديالي الشخصي كيف ما شفتي تبازيت على الفاكتس وحاولت نكون موضوعي. عارفكم بزاف ما غاداش تعجبهم هاد الحلقه كل غادي يقول لك فين خليتي البيك فين خليتي مسلم فين خليتي المورفين فات وحليوه. شوف اول حاجه الصاد الا في 2024 ومازال كتسيبورتي البيك مسلم فاك يو من الاخر حيت هاد الناس فقدوا اهم حاجه في الهيب هوب اللي هي الكريديبيليتي والهيب هوب خارج من الزنقه والزنقه ما كترحمش. دونك بلا ما ندخلوا في لي ديتاي حيت هذا موضوع طويل. اما الا كنتي كتسيبورتي الدراري ديال لا نوفيل جينيراسيون مزيان غير هو ما يمكنش نحكموا عليهم بعامين 3 سنين وحتى 5 سنين ديال الكارير. نصبروا عليهم بيد ما يخرجوا دي زالبوم ويعطيو كاع الانرجي اللي عندهم. والا كنتي كتسيبورتي الدراري اللي جاو في الوسط بحال ماغما والمورفين اللي عندهم كارير مشرفه وامباكتاو الكولتور مي ما عندهمش واحد السوكسي كوميرسيال اللي هو كونكري وما عمرنا شفناهم مهيبين سور سين. وغادا تجي ناقصه لا قارنتي فات بلاك ويند مع دروس اللي كيلوحوا تيتر في كل عامين. وانا كنظن باللي الدراري عارفين هاد القضيه حيت ما مانفيستينش فلوسهم ووقتهم عكس دروس اللي عطى بزاف للراب المغربي. داكشي علاش اتس تايم باش نعطيو حقه.